في بداية القرن العشرين وأكتر من 100 سنة، ومع نشاط الثورة الصناعية في ألمانيا، اتأسست واحدة من أهم شركات السيارات في التاريخ، ده إذا ما كانتش أهمهم، وهي بي ام دبليو، العربية اللي كسرت أرقام قياسية كبيرة، والاختيار الأول لأكبر وأهم الشخصيات لوقتنا ده. البي ام دبليو مجرد شعارها بيدي كاريزما ليها وللي بيمتلكها، وبخصوص الشعار اللي بيتكون من لونين فبيرجعوا لعلم بافاريا. والحكاية بدأت من الحرب العالمية الأولى لما زاد طلب الجيش النازي لمحركات الطائرات بشكل كبير، ومن هنا تأسست بي ام دبليو سنة 1916 نتيجة لاتحاد جوستاف أوتو وكارل فريدريتش، واللي كان كل واحد فيهم بيمتلك ورشة منفصلة لصناعة المواتير. ونتيجة لخبرتهم الكبيرة تم إنتاج مواتير بكفاءة عالية جدا ومميزة، وتأسست شركتهم اللي هي بي ام دبليو بشكل رسمي سنة 1917، ونجحوا في إنتاج مواتير مميزة جدا بكفاءة عالية. لكن الوضع ما استمرش، وخسرت ألمانيا الحرب، وظهرت معاهدة فرساي واللي منعت ألمانيا من الإنتاج العسكري. ومن هنا اتغير اتجاه الشركة لتصنيع مواتير الدراجات النارية، وبعد كده تم تصنيع الدراجات النارية بشكل كامل وتحت شعار بي ام دبليو. وكان أول موديل للدراجات النارية من الشركة باسم ار 32، وتميزت إصدارات بي ام دبليو بالقوة والسرعة، واللي أدى لانتشارها بشكل كبير وسريع. ولكن نتيجة لمعاهدة فرساي واللي أثرت تقريبا على كل مصانع ألمانيا، والضربات الاقتصادية اللي توالت على بي ام دبليو وغيرها من الشركات الألمانية، كانت بي ام دبليو على حافة الإفلاس. وزارت المفاوضات من دايملر مصنع المواتير الشهير لشراء الشركة. ولو عملت سيرش عن دايملر هتلاقي إنه من أوائل مخترعي المواتير باستخدام التكثيف المائي، وده كان مع شركة بيجو. الحاجة التانية بقى عن دايملر إنه دايملر بنز أحد أفراد عائلة بنز ومن مؤسسي شركة مرسيدس. يعني لو المفاوضات كانت تمت ما كنتش هتسمع أبدا عن شركة بي ام دبليو في وقتنا ده، وكانت هتنفرد مرسيدس بعرش الفخامة والرياضية من غير منافس حقيقي. لكن المفاوضات فشلت بعد ما تمسك 2 من رجال الأعمال واللي ليهم أسهم في بي ام دبليو بالشركة، وقرروا يطوروها بالاتحاد مع شركة أوستن، ودي كانت شركة منافسة لمرسيدس في الوقت ده لتصنيع السيارات. وبالفعل نجحوا في إنتاج سيارات بكفاءة عالية ومواتير ممتازة جدا، وكانت نقلة تانية في تاريخ بي ام دبليو بسبب اتجاهها في تصنيع السيارات، وده كان سنة 1928. وبدأت سلسلة سيارات بي ام دبليو ال 300 ببي ام 326 واللي نافست مرسيدس في الفخامة وحققت مبيعات كبيرة، و303 بموتور 6 سلندر و312 وغيرهم من السيارات اللي انتشرت في أوروبا بشكل كبير. وعربيات تانية اتخصصت في السباق، منهم سباق ميلي ماليا واللي أثبتت الشركة كفاءتها من خلاله. أما آخر سيارة من سلسلة ال 300 كانت 328 واللي اتميزت بالرياضية والفخامة والسرعة العالية ل 120 كيلو في الساعة، وده كان رقم غريب وقتها. واستمرت بي ام دبليو في الانتاج وانتشار سياراتها في اوروبا بشكل سريع لحد ما جت الحرب العالميه الثانيه، واللي رجعت الشركه ومصانع المانيا كلها تقريبا للتصنيع العسكري. لكن بي ام اختلفت وتميزت بشكل كبير جدا في الصناعات العسكريه باختراع المواتير النفاثه لاول مره، اللي حرفيا قلبت موازين الحرب في البدايه لصالح المانيا. لكن في النهايه خسرت المانيا في الحرب العالميه الثانيه، وانتحر هتلر، وتوالت الهجمات والضربات من تاني على المانيا واقتصادها، خاصه بي ام دبليو اللي كان التركيز عليها بسبب قوه مصانعها في الصناعات العسكريه بقصف عنيف على كل مصانعها ما عدا مصنعين بس. حتى المصنعين دول احتلوهم الامريكان والسوفيت. وبعد انتهاء الحرب انهارت شركة بي ام دبليو زي شركات تانية كتير، ورجعت تاني المفاوضات لبيع الشركة بالكامل. وكان ابرز المهتمين شركة مرسيدس اللي كانت بتعاني من دمار اغلب مصانعها ومحتاجة مهندسين ومصانع لإعادة الانتاج مرة تانية. وفي الوقت ده ظهر منقذ بي ام واللي كان سبب في انتشال الشركة من الافلاس، وهو هيربرت كاونت، واللي اشترى 51% من أسهم الشركة ونجح في إعادتها للإنتاج مرة تانية. وبدأت بي ام في حقبة جديدة اتسمت بالنيو كلاس، وفي سنة 1961 أنتجت أول سيارة رياضية وكانت بي ام دبليو 1500، واللي من خلالها فازت بمواجهات رياضية كتير بسبب خفتها وسرعتها وتناسق وزنها مع بعضها، وحققت من خلالها مبيعات كبيرة جدا. فكان ليها الفضل في استمرارية بي ام دبليو، وده كان دافع لتكرار نفس الموديل بموديل مطور وكان بي ام 2002، واللي نزل منها نسخة التربو وتخصصت للسباقات وتميزت بشكلها الرياضي. ومن هنا توالت الإصدارات الرياضية وبدأت سلسلة E9 واللي ميزت الشركة وخلتها في حتة تانية خالص، خاصة ال 3.0 وغيرها من مجموعة 3 سيريس.
بعد كده سلسلة تانية وطفرة تانية من إصدارات الام، واللي كانت منها ام 1 وغيرها لحد النهاردة. وباستمرارية بي ام دبليو في التميز بعربيات مبهرة وجذابة، زادت ميزانية الشركة بشكل كبير، وده اللي دفعها انها تشتري شركات سيارات تانية. ففي سنة 1994 اشترت بي ام دبليو مجموعة روفر، واللي كانت بتضم ميني ولاند روفر، لكن شركة روفر اتباعت بعد كده. وفي سنة 1998 اشترت واحدة من اهم شركات السيارات البريطانية، وكانت رولز رويس. وفي سنة 2003 أصدرت رولز رويس فانتوم. وفي سنة 2001 اشترت ميني كوبر. وحاليا بتنطلق بي ام دبليو بطفرة جديدة في عالم السيارات الكهربائية، وتم إصدار أكتر من نسخة. ده كان تاريخ واحدة من أعظم شركات السيارات في التاريخ. ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.